هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح بعدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية متخصصين. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة؟ قال لي الأهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغل محرك طيارتك ويلا طير بسرور. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مسكت المايك قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سني كان صغير أو كنت راجل عجوز، موتور باليه كروكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة باني، وأظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. اهلا بيكم. اكيد مفيش حد مننا ما بيحبش يسمع خبر حلو، عشان كده انا هبتدي الفقره الاولى من البرنامج بخبر حلو معاكم. النهارده احنا موجودين وانتم معانا في افتتاح نادي بيجاسوس للفروسيه في دريم لاند. وقبل ما ابتدي كلامي ونخش في فقراتنا، احب اهني كل المسؤولين عن النادي ده انهم قدروا يعملوا نادي للفروسيه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، لانه فعلا يستحق. كل من ركب خيل بقى خيال، عشان الفروسية ليها شروط وليها أحكام لممارستها. والفروسية من أقدم الألعاب اللي البني آدم اكتشفها على الأرض. من أهم سباقاتها هي سباق التحمل وسباق الحواجز. تعالوا نروح مع بعض دلوقتي نشوف كواليس افتتاح نادي بيجاسوس للفروسية اللي بيحضروا عدد كبير من المشاهير والإعلاميين.
النهارده وفي افتتاح ملعب الفروسيه ونادي فروسيه بريجيوس. احنا بنرحب بالفنان عزت العلايلي. ازي حضرتك؟ الله يخليك يعني حبيبي، ازيك؟ منورنا النهارده. علاقه حضرتك بالخيل؟ يعني انا راجل عضو محب الخيل لا انا عضو في نادي الفروسيه بالجزيره من كذا سنه، من زمان قوي. يعني دي علاقه قديمه جدا. طبعا علاقه قديمه جدا، انا والولاد والاحفاد، مش انا لوحدي يعني. طبعا رياضه الخيل دي رياضه هامه جدا جدا، بالذات لما النشء الصغير يبدا في الركوب ويتعامل مع الخيل وينزل التراك ويعرف ايه يعني منيش، ويعرف يعني ايه يركب ازاي وينزل ازاي. ده يعني بدايات التعلم الفروسيه. وبعدين الفروسيه بالنسبه للاطفال لما بيكبر بتهذب اخلاقه جدا، لان المنافسه فيها مش مساله ان انا اسبقك وانت تسبقني، لا بالعكس ابدا ابدا. يعني انا كنت هسال حضرتك برضو، الفروسيه ممكن تنمي ايه عند البني ادم؟ تنمي الصبر اولا، تنمي الشجاعه في الشك، لانك انت لما بتركب يعني من غير ما تشعر بزهو، يعني لما تطلع فوق ظهر الحصان ولا حاجه على اقل تقدير بيجي لك زهو كده، انك انت يعني خالد بن الوليد ولا احد الفرسان الكبار جدا، ان خطوه الحصان نفسها خطوه فيها شجاعه وفيها اقدام وفيها خبطه، يعني بيضرب برجليه على الارض بم، يعني شيء جميل جدا وممتع، فبيبعد عنك الغرور وبيبعد عنك الزهو بنفسك والى اخره، ودي مهمه جدا جدا جدا. حضرتك شايف ان افتتاح ملاعب فروسيه او منشآت رياضيه في الوقت اللي احنا فيه ده بمنظر زي دوت تقدر تساعدنا برضو في السياحه؟ ده بدايات، دي مبادئ اولى في السياحه، لان ناس كتير جدا في الخارج او في البلاد العربيه عندها خيول وتحب تركب او تحب تشاهد الخيول، او متعوده على درس معين كل مثلا في الاسبوع مرتين ثلاثه، فلما يجي ينقطع هنا يقعد شهر ولا حاجه ولاده او هو نفسه يمتنع عن فهنا نقدر نعوضه، نقدر نخليه يركب. وبعدين نادي فروسيه يعني تحضر مالك، لان الرياضه بديعه، رياضه مش عايز اقول لك رياضه الامراء والملوك، لا ابدا بالعكس، ابدا ابدا، رياضه للبسطاء قبل ما تكون رياضه للنخبه يعني. طب حضرتك يعني نوجه كلمه للناس اللي ما جربتش تركب خيل قبل كده وما مارستش الفروسيه؟ قول لهم يجوا هنا نركبهم خيل. ميرسي لحضرتك الفنان عزت العلايلي، نورتني. ميرسي لحضرتك. دكتور احمد بهجت، بحيي حضرتك ويعني نورني في برنامجي، ومبروك على الافتتاح الملعب النهارده ونادي الفروسيه، يعني وستاندرد عالي قوي يعني شايفينه النهارده. الحمد لله، نحمد ربنا، واحنا سعداء بالافتتاح عشان الناس تشوف ايه اللي عندنا وتعرف ان عندنا حاجه متميزه ومختلفه، وانا متفائل ان احنا يبقى مركز قوي هنا لخروج ابطال عالم في الفروسيه ان شاء الله. هنديهم كل الدعم والامكانيات، لان من مصلحتنا كلنا ان احنا يبقى عندنا ابطال رياضه من المستوى الذهبي. دكتور احنا كبرنامج متخصص في الرياضات المختلفه، حضرتك شايف ان خطوه زي اللي انتوا عملتوها النهارده دي ازاي تساهم في مستوى الرياضات المختلفه جوه مصر؟ والله شوف حضرتك، الفروسيه هي عباره عن تدريب وايواء وخبرات أجنبية في التدريب. احنا عندنا كل ده متوفر الحمد لله. عندنا يمكن لو شفت الأماكن جوه أحسن الأماكن من ناحية الإقامة للحصان أو الخيل،
وعندنا الملاعب نفسها ملاعب مجهزة على أعلى مستوى، وعندنا كل الإمكانيات اللي هي بتخلي التدريب مستوى عالمي، لأن مستر جورج فاليدير اللي هو بيشتغل معانا بقاله 7 سنوات ده خبير عالمي في التدريب وأستاذ فروسية كبير، وراجل يعني بقاله 30 سنة بيعمل حاجات كبيرة يعني. فأنا متفائل إن احنا هنقدر نعمل نشاط فروسية متميز وناجح إن شاء الله. دكتور يعني حضرتك شايف ان ممكن حاجه زي دي تبقى جاذبه للسياحه ونبقى بنشوف وجهين لعمله واحده، الرياضه والسياحه مع بعض؟ بالتأكيد إن المسابقات الكبيرة اللي هتتعمل عندنا إن شاء الله هتجذب كل الناس اللي في العالم العربي بالذات والأوروبي اللي جنبينا على هذه البطولات. هنبقى تعمل بطولات عالمية وهتعمل مسابقات عالمية، فبالتالي هيكون عندنا الفرصة إن احنا نبقى على مستوى العالم الخارجي موجودين بقوة. خلصت فقرتنا الاولى، شفنا مع بعض افتتاح نادي الفروسيه. خليكم معانا في الجزء الثاني من حلقتنا وحدث مهم جدا بيحصل في مصر. اهلا بيكم مره ثانيه. الحدث الثاني اللي انا كنت بقول لكم موجود في مصر هو بطوله للفريسبي، بيشارك فيها 5 فرق، 3 من مصر و2 من بره مصر، الاردن ولبنان. المميز في البطوله دي ان هي اول مره تتلعب جوه مصر. خلونا نروح نتابع مع بعض البطوله. You be my sunshine. You make me nostalgic, you're a classic. The beat on the sweet side, I'm a classic. So come and rock out like my jacket. And when you are coming, now go stop it. Shine. You go harder, harder. Push it, little farther, farther. Then make it. والتر فريدريك هو اول واحد اخترع الطبق الطاير او الفلاينج ديسك، وعلى فكره لما اخترعه بالصدفه، وده اللي هو قاله في احد لقاءاته على التلفزيون. الفريسبي او الطبق الطاير او الفلاينج ديسك هي لعبه السهل الممتنع. سهل ممتنع عشان هي بتبان سهله بس هي صعبه، عشان بتحتاج فتنس ونشاط وحاجات كتيره جدا. الطبق الطاير بيبقى معمول من البلاستيك وقطره بيبقى 20 سنتيمتر، وبيبقى مصنوع بطريقه معينه اللي هي تساعده يطير اكتر وقت في الهواء بعد ما يتحدف. تعالوا نشوف اللعيبه بيعملوا ايه في الملعب دلوقتي. النهارده معاكم في البطوله بتاعت الفريسبي اللي بتتعمل في الجامعه الامريكيه. معايا كابتن محمد. كابتن محمد ازيك؟ انت من كابتن تيم التيمت فريسبي ايجيبت. يعني انا مبسوط ان احنا مع بعض النهارده. كان لينا لقاء مع بعض قبل كده من فتره، من سنه يمكن، ومبسوط ان انتوا في بطوله دلوقتي وكلكم بتلعبوا فيها. فيعني كلمني شويه عن البطوله. والله هو الاول الالتيميت هو دلوقتي بيكبر جدا في مصر، وبدانا ناخد خطوات ان احنا بدانا نعمل زي اتحاد مش رسمي لكنه في طريقه ان هو ان شاء الله يكون رسمي. بس في تقدم، يعني بدا يتلعب بطولات والتيمز في مصر بدات تكبر. في تقدم كبير،
ومحتاجين حد يبتدي يبص على البطوله، يبص على اللعبه. محتاجين وزاره الشباب، يعني بناشد المهندس خالد عبد العزيز لو في فرصه يتابع معانا، لان احنا كنا بنلعب دايما في مركز شباب الجزيره في الاول. انت عملت معانا اللقاء الاول في مركز شباب الجزيره، وكانوا بيدعمونا بملعب. بعد ما حصلت تجديدات في مركز شباب الجزيره دلوقتي ما لناش مكان، فابتدينا نرجع لاسمنا القديم التيمت فريسبي ايجيبت. بنبتدي نعتمد مجهودات شخصيه، بنحاول ناخد ملاعب، بتأجروا وبتلعبوا وبتتمرنوا مع بعض، كلها مجهودات شخصيه يعني. مجهودات شخصيه. خليني ارجع معاك تاني. طب للبطوله استعدتوا لها ازاي؟ البطوله والله احنا بقالنا اكتر من 3 شهور بنتمرن، مجهزين فريق كويس جدا، والحمد لله عملنا نتائج مش وحشه بالنسبه للمستوى في مصر، واحنا تقريبا خدنا مركز ثالث الحمد لله. كان ممكن نلعب على النهائي بس حصل ان احنا لعبنا على المركز الثالث وخدنا الحمد لله. بس محتاجين بقى البطوله اللي جايه ان شاء الله هتتعمل وهتبقى اكبر وهيبقى في فرق اكبر، ومحتاجين ان احنا نخلي الفريسبي في مصر اكبر. اكيد ان شاء اكيد الله ان شاء الله. وانا شايف يعني ان النهارده المنافسه حلوه جدا والناس كلها بتلعب وهي مبسوطه، وتهيألي النتيجه يعني بتبقى مهمه، بس برضو ان اللعب والبطوله ده شيء مهم برضو بعيدا عن المركز. اللعب والبطوله اصلا في حد ذاتها هو ده الفريسبي، ده اللي احنا بنلعب عشانه. المنافسه بتبقى كويسه، لكن لو ما فيش منافسه احنا بنستمتع باللعب. هي لعبه ممتعه جدا، وعندها قدره انها تجذب اي حد ان هو يلعب فيها. صح. Your picture seems to from me. I turn it loud and strong. Shout out won't really help me. A child could never love a man whose words are hurting. So where have you been gone? It's where it's running empty. I had to push it hard. معانا من يو اف اي تيم الكسندرا من كندا. ازيك؟ How do you doing? Good, really good. Yes. How do you see this tournament? It was really friendly. We work like together, and it's a good venue because there was people from everywhere. Yeah. So it's really nice to see other country and just different team from Egypt as well. How is the competition in this tournament? It was really, really difficult. Like at the beginning yesterday, the seating was AUC was up, and then everybody changed, and that's ultimate. Like it changed on every day. This is the game, yeah. Yes. The concept of the yes. game. Yes. Do you see that we must have tournaments like this a lot in Egypt? Of course, and more girls. We need more girls. Like it's really hard to play this game without women. You have the cam. Tell the girls to come. Please come and play with us in Madi. We need you. Thank you, Alexander, and nice to meet you. ازيك يا محمد؟ اهلا بيك. اخبارك ايه الاخبار؟ يعني قبل ما اتكلم معاك على التورنمنت كلمني عن نفسك. ابتديت تلعب فريسبي بقالك قد ايه؟ والله انا ابتديت من 2007. كنت في تيم في المعادي. كنت اكتريه التيم كان كله اكسباتس اجانب، مفيش حد مصري خالص. مفيش غير الوحيد المصري انا كنت فيهم. وبعد كده ابتدينا حبينا اللعبه قوي. كان اللعبه اكشلي يعني بدات من 2002 بالظبط في القاهره. خلاص تمام. وبعد كده الناس ما كانش بتحس ان اللعبه في ناس بتلعبها بره، في ناشونال، في بطولات، في حاجات كتير. ما كانش الناس عارفه حاجات زي كده. احنا كنا بنلعب بس اللي هو ترم الديسك وخلاص. طبعا كل الناس بتحس بالفريسبي ان هو مثلا كنت هسألك السؤال ده. انت دخلتها عشان حسيت اللي هي رياضه سهله مثلا هتمسك الباسك وتحدفه وخلاص؟ الناس بتشوفها سهله، لو من بره بتشوفها سهله، بس ده محتاجه فتنس عالي جدا، مش متخيل. اكتر من باسكت، اكتر من كره القدم، اكتر من اي حاجه. انت بتعمل جامب، بتعمل فتنس، بتجري، بتفايق بالفريسبي، لازم تكون واخد بوزيشن عالي، لازم تعمل كل حاجه. بتبقى تعبان جدا وفي كونفيدنت، في انسباير ان انت هتلعب عشان خاطر تكسب التيم وخلاص. ففي ناس بتحسبها ان هو بتحدف للكلب، الكلب يمسكها ببقه والكلام ده كله. طبعا لا طبعا، يعني رياضه صعبه وبتحتاج فتنس عالي. يعني يا ريت الناس تجرب عشان تفهم يعني ايه فريسبي،
لازم تنزل وتعرف يعني ايه فريسبي، تتدرب زي ما بنتدرب كوره، زي ما بنتدرب باسكت، زي هاندبول، اي لعبه في دي رياضه من الرياضات، يعني لازم بجد نهتم بيها، لازم يبقى ليها مكان، لان في دول في افريقيا، اوغندا فريق زي اوغندا مع احترامي ليهم وكل حاجه، بس يعني احنا في مصر يعني المفروض ان يعني نتميز اكتر من كده ونبقى اقوى من كده، يعني لينا برضو لينا مكانه في افريقيا وحاجات زي كده، يعني المفروض ان احنا يبقى لينا تيم معين، واحنا الحمد لله معانا تيم ومعانا كل حاجه. احنا مش محتاجين اكتر من ان احنا ناخد بروموشن، بس ان احنا نعمل ده في مصر مش اكتر. وطبعا مش حاجه صعبه، انا مش حاسس ان هي حاجه صعبه، احنا عملنا كل ده من نفسينا وكل حاجه، بس وصلتوا الليفل محترم جدا يعني، مستوى محترم. مش بنقول محتاجين مساعده يا جماعه، مش محتاجين اي حاجه، بس اعترافا بس بالاتحاد ان احنا بنلعب فريسبي، حاجه اسمها فريسبي، في حاجه اسمها طبق طاير زي ما اي لعبه ثانيه. خلاص ما في الاولمبياد اعترفوا بالفريسبي خلاص، وفي 40 دوله، المفروض في 20 دوله كمان. المفروض احنا من يعني من الثالث على الليست، يعني الثالث مع الليست مطلوبين، محتاجين. واديك انت شايف الحمد لله، يعني في ناس مننا وصلت للنهائي، احنا في الفاينل خلاص بنلعب باسم مصر. طب ايه ده حاجه يعني مبسوط منها جدا يعني ان في تيم مصري بينافس دلوقتي على الفاينل، هو احنا واقفين بنتكلم، بس احنا بجد عايزين محتاجين سبورت عالي جدا من الناس، ان احنا في لعبه اسمها فريسبي، في ناس بتلعب، في ناس بجد تعبت كتير، بس زي ما بقول لك مش محتاجين مساعده حد اكتر من ان يعترفوا ان في لعبه زي دي. صح، انا معاك في ده. خليني اتكلم معاك بقى على التورنمنت، البطوله النهارده يعني مشارك فيها 3 دول يعتبر، مصر والاردن ولبنان ومصر بتشارك والله احنا كنا المفروض كان في فرق ثانيه، كان المفروض الامارات، كان المفروض قطر، كان المفروض المغرب، كان المفروض الحاجات دي الدول دي المفروض يكونوا معانا ويشاركوا معانا، بس لظروف معينه ما قدروش يجوا. انا سامع ان في بطوله برضو ثانيه بتتلعب في نفس الوقت، ففي ناس جت هنا وفي ناس سافرت البطوله الثانيه بالظبط، فعشان كده بس تهيألي ان انتوا تلعبوا مع دول ثانيه، يعني انا تهيألي انتوا كلكم لعبت، التيمز اللي في مصر كلها لعبت بعض خلاص. انا الصراحه انا لعبت في المكسيك. اوكي، في المكسيك في حوالي 35 فريق، ويعني مش عايز اقول لك بيسهلوا لهم جدا الدنيا، في ناس سبورت ليهم، في سبونسرز، في حاجات كتير. مش بمعنى كده ان احنا زي ما بقول محتاجين، لا مش محتاجين اكتر من ان احنا سبورت، مش اكتر من كده، والناس تعترف او الاتحاد يعترف ان احنا يبقى في اتحاد مصري للفريسبي بالظبط. يعني محمد انا مبسوط ان انا معاكم النهارده، وجود لك، واحنا بنسبورت معاكم في اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. ابراهيم السيد من التيم AUC فريسبي AUC. ازيك يا ابراهيم؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. يعني مبسوط ان انا معاكم النهارده، وخليني اخش معاك على طول. انا عارف ان انتوا عاملين مجهود كبير جدا عشان تقدروا تستضيفوا التورنمنت دي عندكم في الجامعه هنا اهو، فيعني كلمني شويه على اللي انتوا عملتوه لغايه ما وصلتوا ان التورنمنت تتعمل عندكم في الجامعه هنا. هي كانت اصعب حته ان احنا نبتدي ننشر ونعرف الناس ان في المنطقه في الشرق الاوسط ان احنا عايزين نعمل البطوله دي. احنا قدرنا نوصل لفرق في الاردن واللبنان، وحتى فرق ثانيه قطر، الامارات، المغرب. اصعب حاجه ان احنا نحاول نخليهم يجوا وان احنا نوصل لهم ونقدر نجيبهم. للاسف مش كل فرقه قدرت تيجي، بس الحمد لله قدرنا نجيب اردن ولبنان، وان شاء الله كل سنه هتقعد تكبر ان شاء الله. قول لي هتعملوا منها تاني التورنمنتس دي والبطولات دي تاني هتتعمل هنا اهو؟ هو دايما بقالنا 5 سنين دايما في بطولتين للمصريين، فان شاء الله دي هتستمر. واحنا نفسنا ان بطوله المينا ريجن دي الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتعمل كل سنه ان شاء الله. ان شاء الله. استعدتوا ازاي بقى كAUC تيم للبطوله دي؟ مرنا اكتر واكتر واكتر. احنا لحد دلوقتي دايما بنتمرن 3 مرات في الاسبوع. ما غيرناش ولا ما قللناش في المجهود اللي احنا بنحطه. هايل يعني جود لك بقى في كل البطولات، وان شاء الله احنا معاكم على طول ان شاء الله. بس يا ابراهيم شكرا.
Now and then I think of when we were together. Like when we said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, which felt so lonely in your company. The type of love that's an ache I still remember. عملتوا مجهود هايل قوي جوه الملعب وبره الملعب، لان انتوا اللي استضفتوا البطوله دي هنا عندكم في الجامعه. فحابب تحكي لي شويه عن اللي انتوا عملتوه من قبل البطوله لغايه دلوقتي. هو من زمان خالص احنا كنا طبعا فريق، كنا مش فريق اصلا، كنا يا دوبك 4-5 نيجي نرمي وبتاع بنلعب، بس يا دوبك بنكمل 14 واحد نلعب ماتش يعني، عشان هي بتلعب 7-7. بعد كده ابتدينا على السنه اللي فاتت، اول سنه كان فعلا يبقى عندنا ناس كتير، ابتدينا بقى يبقى عندنا، جالنا بتاع 70 واحد يساين اب للفريق وبتاع في اول سنه خالص. ابتدينا الفريق بقى بتاع 21 واحد، بس كان عندنا بنت واحده بس، فاحنا كنا عايزين برضو نكبر الموضوع بالبنات، عشان في اللعبه اصلا بتلعب زي ما حضرتك شايف، ولاد وبنات بيلعبوا مع بعض، تبقى ميكست او بتلعب ولاد بس او بنات بس. فاحنا كنا عايزين نكبر الموضوع، ما يبقاش احنا مزنوقين ان احنا ولاد بس. فالسنه دي كان جالنا الحمد لله اكتر بكتير، جالنا 150 ساين اب في اول السنه، بقى دلوقتي عندنا 7 بنات، فكبرنا الموضوع البنات اكتر، وعشان كده عاملين البطوله دي ان احنا عايزين نبقى فيها بنات وولاد اكتر مع بعض. متهيألي مع الوقت الموضوع بيزيد عشان كمان ان شاء الله يعني عايزين يبقى عندنا بنات كفايه ان هم يلعبوا بطوله لوحدهم، تبقى عندهم عاديه خالص ان هم يبقى بنات 7-7 بنات من غير ما يكون في ولاد في الملعب، بس ده يعني مع العدد قدام. ده مع الوقت هيحصل وهيتحقق يعني. بالظبط. فاحنا على مدار السنين اللي فاتت كنا الفريق بتاع الاي سي موجود دايما، يعني السنتين اللي فاتوا فريق اسكندريه موجود دايما، فريق يو اف اي اللي هو التيمت فريسبي ايجيبت ده كان موجود دايما. بس احسن حاجه ان البدايه ابتدت الحمد لله كل بالظبط يعني، اللي هي بيبقى فيها شرق اوسط ودول ثانيه غير مصر. اول خطوه يعني، اول خطوه في 100 خطوه يعني، بس الحمد لله. محتاجين ايه عشان نعرف نكمل الخطوات ونقدر نعمل بطولات زي دي تاني؟ هو احنا اول حاجه احنا حاولنا تواصلنا مع الاتحاد العالمي الالتيميت اللي هو WFDF، ده حاجه زي الفيفا بس الالتيميت. فاحنا اتكلمنا معاهم اليوبا اللي هو الاتحاد اللي احنا عاملينه، ان احنا عايزين يبقى ان احنا نقول لهم احنا نبقى الاتحاد اللي في مصر، فجالنا اول موافقه ان شاء الله توصل شهر 12، وده هيبقى حاجه ان احنا نلحق ان احنا نعمل منتخب، نلحق ان احنا ننظم بطولات في مصر كده. فاحنا عايزين صلاحيات اكتر بكتير، صلاحيات، وبعد كده نقدر يبقى لينا ظهر اما نيجي نتكلم مع مثلا نوادي ان احنا عايزين نعمل الرياضه دي في النادي بتاعكم، هيجي يقول لي انت ماشي، انت عندك مين وراك، مين في فيدريشن، في اتحاد كده بالظبط. فاحنا عندنا كذا، الاتحاد العالمي بيدينا اكريديشن. عندنا كنا عايزين برضو ان احنا لما ناخد الموافقه دي نبقى ان احنا نحاول نعمل منتخب يلعب في شهر 6 في البطوله العالميه. مش رايحين، مش لازم ان احنا نروح نكسب طبعا، عشان طبعا فرق ثانيه طبعا عندها اكسبيرينس اكتر مننا، بس هنروح نلعب، دي اكتر حاجه عندنا، ناخد خبره اكتر وهنتعلم اكتر، وفي الاخر يبقى الناس عرفت ايه ده، دي الناس دي سافرت، دي الناس دي بتلعب بره، الناس دي بتمثل مصر في بطولات بره. ده مش حاجه اللي هو خلاص ما بقتش دي لعبه الناس بتلعبها على البحر، مش لعبه الناس بتلعبها وهي زهقانه، مش فور فن وخلاص، دي بقت رياضه. عايزين عشان لما نيجي نتكلم برضو مع نوادي نكبر، ان يبقى عندنا نوادي كتير بتدعمنا، بعد نروح لوزاره الشباب نقول لهم كذا كذا كذا، احنا عايزين نبقى اتحاد، عايزين نبقى رياضه زي اي رياضه ثانيه. طبعا مش عايز المفروض ده المفروض طبعا، بس طبعا هو عشان حضرتك بياخد وقت بياخد وقت يعني احنا حاولنا نروح لوزاره الشباب، يعني الموافقات بدات تيجي من بره وجوه لسه واقفه. طبعا يعني احنا معاكم وبنسبورت معاكم في المواضيع دي، وراكم ان شاء الله لغايه ما يعني يبقى عندنا فعلا منتخب في مصر يقدر يطلع وينافس. فريدة الكروي من تيم الاي سي للفريسبي. ازيك يا فريدة؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كله كويس. قولي لي اخبار التورنمنت ايه والماتشات اللي لعبتوها ايه؟ التورنمنت كانت حلوه قوي، يعني احنا اتبسطنا قوي، اتعلمنا ان احنا اول يوم طلعنا اول، تاني يوم خسرنا كل ماتشات اللي هم ماتشين اللي لعبناهم، مع ان امبارح لعبنا 4 والنهارده 2، بس تقريبا الثقه الزياده هي اللي خلتنا نعمل كده. بس يعني الحمد لله احنا كلنا لعبنا حلو، واحنا السبيريت بتاعنا حلو، فالحمد لله. بقالك قد ايه بتلعبي يا فريدة؟ انا طول حياتي بلعب رياضه، يعني انا عمري ما وقفت رياضه، بحبها قوي، فكنت بلعب سباحه طول حياتي،
بعدين اخر سنين عشان المذاكره وكده فسبتها. بعدين لما جيت الجامعه اصحابي قالوا لي على فريسبي ومش عارفه ايه، الناس كلها قعدت تتريق عليا في الاول، وايه الهبل ده ايه الهبل ده، وما لقيتش غيرها. ومن سباحه تروحي فريسبي، تقعدوا بقى على البحر تعملوا كده ومش عارفه ايه. بعدين لما جيت هنا ولقيتهم بيلعبوا كده قلت ده احلى لعبه ممكن تبقى موجوده، فيها جري وفيها كل حاجه وتعب وكده، فيعني عجبتني يعني. بتحتاج فتنس كتير وجري وجامب يعني فيها كل حاجه يعني. هي فيها كل حاجه وفي نفس الوقت انت بتتبسط وانت بتلعبها، فيعني حلوه يعني. طب قولي لي بقى، انا مش شايف بنات كتير بيلعبوا الفريسبي في مصر، دي ازمه يعني برضه تعتبر. هم البنات عامه يعني احسن في يعني فيزيكلي مننا كقدرات وكده، فهم يعني عامه اللعبه محتاجه قدرات جامده، فعامه الولاد بتبقى اكتر اللعبه دي بتاعتها، بس احنا يعني برضو قدها يعني بنحاول نخش ونلعب معاهم، هم بينزلونا عشان ياخدوا ثقه فينا. تهيألي البنات جزء اساسي من لعبه الفريسبي، خاصه ان في ماتشات بتلعب بره، ماتشات بنات بس وماتشات ولاد بس طبعا غير ماتشات الميكسد، فيعني واحنا كمان يعني ساعات بيلعبوا على حته انه البنات مثلا بتوع الفرقه اللي قدامنا مش كويسين قوي، فننزل بالبنات بتاعتنا نبقى احنا اكتر منهم في البنات، فهم يضطروا ينزلوا بنات فاحنا نكسبهم فيلعبوا علينا، فيعني الموضوع جاي في مصلحتهم برضو يعني الحمد لله يعني. هايل. طب انا عايزك تقولي بقى كلمه للبنات اللي ممكن ما يعرفوش الفريسبي ما لعبوهاش، لان الفريسبي محتاجه بنات في مصر، عايزين نزود العدد ده شويه. هي عامه فريسبي محتاجه بنات وولاد، لان اللعبه يعني بجد مستهين بيها بزياده، وهي لعبه حلوه، وهي يعني مش دايما الناس فاهمه، احنا مش بنوقف نرمي ديسك ونفضل على البحر ومش عارفه ايه، لا هي لعبه محتاجه فتنس جامد قوي. البنات اللي بتحب الرياضه دي رياضه يعني انا بالنسبه لي بيرفكت، لان انت تبيني قدراتك كلها، تجري بسرعه، تجتهدي وتحس باحساس الخساره والمكسب والتيم ورك وكل حاجه. هايل. فريده نورتيني، ميرسي ليكي. ميرسي قوي، شكرا. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ كله حلو الحمد لله. اخبار البطوله معاك ايه؟ اهو والله احنا امبارح كسبنا كل الماتشات ويعني كسبنا كل الفرق، بس النهارده للاسف يعني هو امبارح بيبقى مجاميع كله بيلعب بعض، بعد كده الاول بيلعب الرابع النهارده سيمي فاينل والثاني والثالث، فاحنا خلصنا اول بس خسرنا في السيمي فاينل، يعني ما توفقناش بقى في الماتش. هي دي الرياضه وهي دي اللعب، ان الواحد يعني بالظبط يعني يوم خسران يوم كسبان، بس يعني الحمد لله السبيريت بتاعت المكان وان كله بيلعب والروح اللي موجوده يعني بالظبط. احنا مبسوطين اصلا ان في فرق جات لنا من بره، يعني في فرقه من الاردن وفرقه من لبنان، فيعني على الاقل دي خطوه حلوه. اختلف لما لعبتوا، يعني انا عارف ان الفرق اللي جوه مصر كلهم لعبوا بعض، احنا بنلعب بعض لعبوا مع بعض وكلهم عارفين بعض، شبه عارفين بعض، لعيبه شبه عارفين بعض. احنا في مصر يعني 6 فرق، وعامه اصلا مش 6 بيبقوا موجودين، بنبقى 4 مثلا، فاحنا كلنا خلاص احنا عارفين كل واحد فيهم بيلعب ازاي كده، فبنبقى حافظين بعض. موجود فرق جديده النهارده، دي كانت حاجه خبره يعني جديده. الاردن ولبنان بس لعبتوا مين؟ لعبتوا الاردن؟ لعبنا كله، كله بيلعب كله. ولبنان قول لي اخبار بقى المستويات المنافسه. بص هو اصلا يعني الفرق مش يعني هي فرقه من الاردن وفرقه من لبنان، بس هم يعني لبنان مثلا فيهم بتاع 4 لبنانيين والباقي اجانب، والاردن واحد اردني يعني عشان لسه اللعبه مش معروفه قوي في المنطقه يعني. بس يعني لا هو الاردن هو ما شاء الله عندهم واحد كده كان في منتخب هولندا، فده يعني مستواه يعني عامل فرق قوي في الفرقه. ولبنان كفرقه يعني هو روحهم حلوه وكويسين ويعني بيلعبوا حلو، بس يعني ما عندهمش العنصر اللي هو بيعمل فرق في الملعب. بس كله بيلعب حلو يعني. المنافسه طبعا موجوده يعني، كله بيخلص فرق بوينت او بوينتين، يعني مش الماتش عمره ما بيبقى مفتوح قوي. واحنا الفاينل شغال ورانا اهو على يعني ماتش ماشي بوينت الموضوع يعني مفيش جاب واسع ما بين الاثنين. ما هي دي احلى حاجه يعني. هايل انا ميرسي ونورتني. كريم رفيق هو منظم البطوله بتاعت النهارده. كريم ازيك؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كله تمام. مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده، مبسوط ان بقى في بطولات بيشارك فيها دول ثانيه للفريسبي جوه مصر. انا كمان مبسوط جدا ان عرفنا نعمل بطوله زي دي، يعني هي اول مره نعمل بطوله بالحجم ده، يعني هي بطوله نورث افريكا، يعني شمال افريقيا والشرق الاوسط، فهي لوجو اهو. فاحنا عايزين يعني ان احنا التورنمنت ده يستمر السنين الجايه، ايا كان هيتعمل في مصر او في بلاد ثانيه، بس ان هو يستمر كالاسم ده يعني. اكيد. قولي، اكيد الموضوع خد منك وقت، خد منك مجهود ان انت تقدر تنظم البطوله بتاعت النهارده.
هو الموضوع كان مش سهل لان الكوميونيكيشن مع الفرق الثانيه ما كانتش سهله في الاول، بالذات التواصل مع الفرق الثانيه. التواصل مع الفرق الثانيه. بس في الاخر يعني عرفنا نظبطها، والجامعه برضو كانت بتساعدنا يعني. كانت هي اللي دافعه، يعني هي اللي دافعه اغلب البادجت، فده برضو كان سهل الموضوع يعني. طيب قول لي محتاجين ايه عشان نقدر نشوف التورنمنت دي مستمره؟ محتاجين ان الاتحاد اهم حاجه، في اتحاد دلوقتي بيتعمل، فده محتاجين ان هو يشوفوا مع وزاره الشباب والرياضه، فده لازم ده اهم حاجه عشان البطوله تستمر يعني. وعشان نعرف بعد كده بالاتحاد نخش بطولات تانية عالميه. ومتهيألي برضه ممكن نبقى محتاجين فرق زياده شويه في مصر. بص، هو في مصر حاليا في حوالي 4 فرق مستمره، وفرقتين يعني بيظهروا ساعات وساعات بيختفوا يعني. متهيألي عشان كده ممكن نزود عدد فرقنا في الفرق بتاعتنا في مصر. اهم من ان احنا نزود ان احنا نعرف اللعبه اكتر للناس، بحيث ان يجي لعيبه اكتر، ونلاقي اكيد في ناس عندها مواهب ممكن نستغلها في الفرق دي. مش على قد يعني احنا عندنا 5 فرق او 6 فرق، اظن ده ممكن نبتدي بيه رياضه يعني. هايل كريم، انا بشكرك ومبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. الفريسبي في الأردن رياضة جديدة، فما في عليها إقبال كبير. في مجموعة صغيرة احنا بنلعب كل أسبوع مرة، والناس اللي بهاي المجموعة حبوا يعملوا فريق عشان نشارك بهاي البطولة. فاحنا متأملين إنه يصير يجي ناس كمان، وإنه الرياضة تكبر في الأردن إن شاء الله. إن شاء الله. شفت برضو مستوى عالي من الفريق بتاعكم، وعايزك تقول لي، احنا عارفين الفريسبي في مصر، عايزك تكلمني عن الفريسبي في لبنان شويه. اخباره ايه هناك؟ اوكي، صراحه الفريسبي بلبنان بعده كثير مبلش وجديد، يعني ما في كثير فرق، ونحن اول فريق مثلا بدك اوفيشال بيلعب وبيكون مع بعض، فمستوى منه كثير عالي بعد، بس لاحظنا بالتورنوا هلا انه كان مستوى شوي منيح، بس منه كثير متقدم مثل ما لازم. بس شايف ان في فوائد من وجودكم في البطوله، وكل الفرق اللي لعبت كان في اكيد فايده يعني لوجودهم مع بعض، وان هم يلعبوا مع بعض، ولا ايه؟ تعلمنا كثير خصوصا من الفرق المصريه. الفرق المصريه كان في 3 فرق مصريه، 3 كثير لعبوا منيح، يعني تعلمنا منهم. الفريق المصري مبين كثير منيح وكثير متقدم. تعلمنا كثير من الشباب المصريه خصوصا. Everything you dreamed and more. Baby, I can give you what you're looking for. Everything you dreamed. ازيك يا هاشم؟ يعني خليني اقول لك مبروك. شكرا. المركز النهارده الثاني، بس انا كنت متابع الماتش، انتوا كنتوا بوينت وانتوا كنتوا متقدمين لغايه يعني يمكن اخر كام دقيقه. لغايه اخر كام دقيقه انتوا فعلا كنتوا متقدمين، بس هي دي اللعبه وهي دي الرياضه وهي دي الروح اللي بتبقى موجوده يعني. خليني اسالك، البطوله كان اخبارها ايه؟ كان في منافسه صعبه؟ كان في احنا جينا امبارح، بدانا احنا كل كام شهر بنعمل بطولات هنا في مصر، بتبقى يعني فرقه من اسكندريه وفرقه من مصر. بس دي اول مره نعمل بطوله انترناشونال كده، يعني تبقى حاجه ميدل ايست، يبقى فيها فرقه من بره مصر، في فرقه من لبنان وفرقه من الاردن جم. والصراحه يعني امبارح لعبنا معاهم ماتشين كانوا من اصعب الماتشات اللي لعبناها. ولعبنا ماتشين تانيين مع ناس هنا في مصر، هم بتوع الاي سي اللي هي هنا، والفريق الثاني بتاع التيمت فريسبي ايجيبت. برضه كانوا ماتشين صعبين جدا، عمرنا ما عملنا يعني منافسه كده. والنهارده الحمد لله وصلنا الفاينل، يعني ان احنا اصلا كلنا متدمرين من امبارح، بس الحمد لله يعني كان نفسنا نطلع اول. كان واقف بره اللاين عمال بيشجعكم يعني، بس يعني دي حاجه كويسه ان احنا نقدر نوصل وننافس. وتهيألي وجود فرق زي ما انت بتقول من بره مصر بتلاعب فرق مصريه، ده في حد ذاته تطور يعني اللعبه جوه مصر يعني. ان احنا من يمكن من 3-4 سنين ما كانش في غير فرقه واحده هنا في مصر، كانوا بيلعبوا مع بعض في النادي بس. بعدين بدأنا في اسكندريه وبدأت فرقه في الاي سي، وعملنا اتصال مع فرق بره وبدأنا نعمل بطولات، وان شاء الله في حاجات اكبر هتتعمل. يعني انتوا تعتبروا من اقدم الفرق في مصر كمان يعني؟ احنا 2012 يعني لكم فتره برضو جوه مصر يعني في اسكندريه. اخبار الفريسبي ايه في اسكندريه؟ يعني الناس عارفه الفريسبي في اسكندريه وفي الساحل، الفريسبي اللي بتلعب على البحر. يعني احنا من 2012 في الصيف نزلنا انا وكابتن مانويل برضو معايا، انا وهو اللي بادئين الفريق ده.
احنا الاثنين بدانا مع بعض، كنا احنا الاثنين بس بننزل نرمي فريسبي في النادي بالظبط. وبدات ان احنا واحد بدا يجي جاب صاحبه، ده جاب صاحبه، دي جاب صاحبتها، لغايه ما احنا دلوقتي فوق ال 60 واحد، بس احنا قدرنا نيجي بالناس دي بس. واحنا دلوقتي في اسكندريه احنا فريق كبير جدا 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 جدا، وعندنا عدد كبير جدا. وان شاء الله هنحاول ان احنا لو في تورنمنت زي دي ثانيه كبيره ممكن نحاول نعملها في اسكندريه. محتاجين نشوف ايه في مصر عشان الفريسبي مستواه يعلى وعدد اللعيبه بتاعه يزيد؟ محتاجين ان احنا نزود الاويرنس بتاع اللعبه، بحيث احنا عايزين نسمع ناس اكتر عن اللعبه، ناس ثانيه تعرف اللعبه دي عباره عن ايه، الناس اللعبه عامله ازاي. ان هي للاسف هنا في مصر الناس يمكن واخده فكره عن اللعبه غلط شويه بسبب ان هي فريسبي وبحر زي ما انت قلت. فاحنا ممكن ان احنا ثرو حاجات زي دي اي ثينك ان احنا ممكن نكبر يعني اسم اللعبه، نوسع كل حاجه. و انا شايف ان احنا ممكن في خلال 3 4 5 سنين ان شاء الله اقل نبقى في اكتر من 10 فرق هنا في مصر وننظم حاجات كبيره جدا. وفي حتى كاس عالم بيتعمل كل كام سنه ممكن ندخل فيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. هاشم انا مبسوط ان انا شفت الاداء بتاع التيم بتاعك النهارده في اسكندريه، وجو اهيد واحنا في ظهركم على طول وبنسبورت معاكم. ياسمين درويش من تيم بتاع اسكندريه. ياسمين ازيك؟ الحمد لله. مبروك الفوز النهارده، المركز الله الثاني. يبارك فيك. لغايه اخر لحظه انا فعلا كنت شايفكم يعني مقدمين اداء هايل جدا. كنا بنحاول والله بس يعني. هي دي المنافسه اب اند داون. وقولي لي انت بقالك قد ايه بتلعبي الفريسبي؟ انا بقالي حوالي سنتين. كان في سنه الاول كنت بلعبها، وبعدين وقفت سنه وبعدين رجعت تاني. كنت مشغوله وكده بس، وانا اعتبر اقدم بنت في الفريق دلوقتي في الناس الموجوده هنا. بس ودول معظمهم صحابي، انا قلت لهم تعالوا العبوا معايا ومش عارفه ايه وكده، وجم وعجبهم بس، وبداوا بقى كلهم يجوا كانوا فجمعنا كلنا. ياسمين عايزك يعني بما انك اقدم بنت في الفريق، عايزك تقولي حاجه للبنات اللي ما يعرفوش الفريسبي، تقول لهم ايه، تشجعيهم ازاي ان هم يلعبوا الرياضه دي؟ هي لعبه حلوه جدا، وفيها يعني كنوع من السبورت بنلوز كالوريز كتير، ويعني انا بجيها عشان يعني هي بتشجعني ان انا اعمل رياضه، وفعلا يعني بنبسط قوي، بنبسط جدا يعني، فعلا فن يعني. بس دي النهارده نفسي كانت صعبه قوي يعني. انا شايفكم لغايه يعني اخر دقيقه في الملعب يعني عاملين شغل عالي. ده كان في كل الماتشات المنافسه كانت صعبه كده؟ النهارده برضو كان عندنا ماتش اللي هو الاولاني خالص اللي هو اهلنا للاول والتاني، كان فعلا صعب جدا برضو. وهو الصراحه كله يعني متمرن كويس قوي. احنا ما عندناش كابتن ولا اي حاجه، عندنا بس كابتن الفريق والكو كابتن، هم اللي الصراحه عملوا افورت فظيع معانا، بس ما عندناش اللي هو حد بيليد من بره، فده كله افورت يعني مننا فحلو يعني ان احنا نوصل لكده. ياسمين مبروك وميرسي ليكي وجود لك على طول في كل البطولات، واحنا في ظهركم وبنسبورت معاكم على طول. خلاص ان شاء الله. لعبة سهلة ورياضة بسيطة، هي دي لعبة الفريسبي اللي قدرت تنتشر في العالم كله، وفي مصر فعلا بتحاول تنتشر. اشوفكم الحلقة الجاية وسبوت جديد ورياضة جديدة في سبوت اون سبوت. سلام عليكم. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة، قال لي الأهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها،
واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم الفكرة. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغال محرك طيارتك ويلا طير بجنون. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتتبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتتبع على الأفيش. مسكت المايك قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سنك كان صغير أو كنت راجل عجوز، وضرب عليك روكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة بانت، وأظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش كرة القدم اللي بتتبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش ملاك القاهرة كرة القدم اللي بتتبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة.